طارق إبراهيم صاحب مهارة فردية عالية وسريع الفريق الليبي. ماشي طارق إبراهيم مهارة فردية عالية لطارق إبراهيم. طارق على طول اللاعب رقم 7 عز الدين لطارق إبراهيم. طارق نشيط، طارق إبراهيم صاحب مهارة فردية عالية وسريع الفريق الليبي. ماشي طارق إبراهيم مهارة فردية عالية في هذه الثواني الأخيرة. ومن جديد في الركن الأيسر مهارة فردية عالية للليبيين حقيقة، وكرة يريد إبقاء الكرة بحوزته في هذه الثواني الأخيرة. ومن جديد في الركن الأيسر مهارة فردية عالية للليبيين حقيقة، وكرة أحمد فرج. طارق إبراهيم في الجناح الأيسر مع حبيب جعفر. طارق إبراهيم في الجناح الايسر مع حبيب جعفر. طارق ابراهيم وبالراس تبعدها احمد كاظم من امام طارق ابراهيم في الجناح الايمن. طارق ابراهيم بذل مجهود كبير هذا اللاعب طارق، وبالراس تبعدها احمد كاظم من امام طارق ابراهيم في الجناح الايمن. طارق ابراهيم بذل مجهود كبير هذا اللاعب طارق. ذلك هو ورفاقه وزملائه. ودي هوبا طارق التايب بقى نجم المنتخب لاعب دينا، وبينزل طارق السعيد اللي قاد الزمالك هو ورفاقه وزملائه. ودي هوبا طارق التايب بقى نجم المنتخب الليبي اللي نزل الشوط الثاني. طارق التايب بكعب رجله ثاني طارق يستلم وياخد ثاني، خلق مساحه لنفسه وخد على طول، وزمايله بيثقوا فيه تماما وبيدوروا عليه، وبكعب رجله ثاني طارق ما شاء الله واخد راحته قوي. ثاني طارق التائب بكعب رجله ثاني طارق يستلم وياخد ثاني، خلق مساحه لنفسه وخد على طول، وزمايله بيثقوا فيه تماما وبيدوروا عليه، وبكعب رجله ثاني طارق ما شاء الله واخد راحته قوي وعالي العلو ومهاره ما فيش. نقل الكره بشكل جيد وبشكل ملفت للنظر من هذا اللاعب. التايب اللي ينطلق باتجاه وسط الميدان، يتابع فيه جيمس ومراوغه جميله رغم الانطلاقه اللي كانت قويه من بلوتو. فاصل رائع من التايب، يلعب الكره في منطقه الجزاء، لاعب من الخلف ينقل الكره باتجاه التايب اللي ينطلق باتجاه وسط الميدان، يتابع فيه جيمس ومراوغه جميله رغم الانطلاقه اللي كانت قويه من بلوتو. الكره وسط الملعب دخل رياض جمعه خليفه المجني. طارق التايب مر بشكل جيد. عمر فرانسيس نقل الكره وسط الملعب دخل رياض جمعه خليفه المجني. طارق التايب مر بشكل جيد. نقل رجال المهندس بهدف مقابل الاثنين. لاعب رقم 14 الان يحاول ينهي الكره بشكل جيد. نعم احمد المصري. طارق واخذ مكاني، مر الكره ناحيه طارق التايب، فرصه الهدف الثاني لطارق التايب. يتباطأ قليلا طارق، يمر بشكل جيد من عمر ابو بكر. طارق التايب يتباطأ قليلا طارق، يمر بشكل جيد من عمر ابو بكر. طارق التايب طارق التايب يمر بشكل جيد ويحاول ينقذ الكرة في اتجاه اللاعب طارق التايب يمر بشكل جيد. إلى طارق تمر الكرة إلى طارق تمر تمرير الكرة داخل منطقة 18 ياردة. ضربة جزاء طارق التايب يتعرض بعرقلة داخل منطقة 18 ياردة. تسير الحكم المغربي عبد الرحيم العرجون. ركلة جزاء. هذه لقطة الإعادة. لاحظوا طارق تعرض بعرقلة. أقولها بصراحة تمام. نحكي باسمي وباسم جمهور صفاقس، باسم جمهور تونس. هذا طارق التايب من ابرز اللاعبيه حاليا في تونس، له امكانيات طيبه، لاعب مدلل
لاعب مدلل، لاعب له من طراز رفيع. طارق التايب يمتاز بكل مراوغات وبكل فنيات. الحقيقه اقولها بصراحه ونعاود نقولها، اقوى من فما اللي دخل لتونس وفي افريقيا.